قصة فيلم الراهب الذي حلم به الفنان رشدي أباظة ووافق عليه البابا كيرلس السادس، وللأسف أجهضه السادات وهدد بطله بالاعتقال والنفي. أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بننزله. لطالما حلم الفنان الكبير رشدي أباظة بتنفيذ مشروع فني يجسد فيه شخصية الراهب الذي يترك كل شيء في العالم ليتفرغ لعبادة الله وخدمته. واجتاحت السعادة رشدي أباظة عندما شعر أن حلمه سيتحقق، حيث تم العمل على الفيلم الذي يحمل اسم الراهب من بطولة رشدي أباظة وإخراج حسن الإمام. قام صناع العمل بتصوير مشاهد منه بعد موافقة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ذلك الوقت. وكان فيلم الراهب الحلم الأبرز فنيا في حياة رشدي أباظة، لذلك عندما واجه صناع الفيلم 4 أزمات مالية لسرعان ما قرر أباظة تحمل كافة التكاليف الإنتاجية حتى يرى حلمه هذا النور. وقتها كان البابا كيرلس هو المرجع لصناع الفيلم، ولكنه انتقل وودع هذا العالم قبل استكماله، فكان البديل هو البابا شنودة، والذي رحب ترحيبا كبيرا وبدأ في المساعدة. عرف سوء الحظ أباظة وصناع الفيلم وربما الجمهور، حيث شهدت مصر حادث الخنكة الأول للفتنة الطائفية في مصر فترة حكم السادات، والذي اتخذ قرارا بمنع الفيلم وأمر بوقف تصويره نهائيا، كما هدد صناعه بالنفي خارج البلاد في حال تم استكمال تصويره. اعترض رشدي أباظة وتم طرده من مصر فترة طويلة، كما تلقى تهديدات بالاعتقال والنفي النهائي خارج البلاد. وترتب على ذلك أن دفن الفيلم وحلم رشدي أباظة. الفيلم كان يحكي قصة حياة المطران هيلاريون مطران القدس للروم الملكيين الكاثوليك، إلا أن أباظة ودع العالم قبل تحقيق هذا الحلم. ويظهر أباظة في صورة مرتديا ملابس المطران. وفي عام 1974 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رجل الدين المطران هيلاريون بتهمة دعم المقاومة ومناهضة الاحتلال، وحكمت عليه بالسجن. وقد أرادت السينما المصرية تخليد سيرة المطران المناضل في فيلم سينمائي من إخراج صلاح أبو سيف، فتم اختيار رشدي أباظة لأداء الدور. وبالفعل سافر إلى لبنان والتقى بعدد من الأشخاص الذين عرفوا المطران هيلاريون عن قرب لجمع معلومات عنه، لكنه تم تأجيل الفيلم بسبب ظروف إنتاجية. وبعد وفاة رشدي أباظة تم ترشيح عمر الشريف وفاروق الفيشاوي، إلا أن أسبابا عديدة أدت لتأجيل الفيلم ثم إلغاء الفكرة. وكان المطران هيلاريون من مواليد 2 مارس 1922، وهو رجل دين مسيحي سوري ولد في حلب. أصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965، وعرف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. عمل سرا على دعم المقاومة، واعتقلته سلطات الاحتلال في عام 1974 أثناء مساعدته ضد المقاومة، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 سنة. أفرج عنه بعد 4 سنوات بوساطة من الفاتيكان، وأبعد عن فلسطين في عام 1978. وقد أمضى حياته بعد ذلك في المنفى في روما حتى وفاته. كرمته السودان ومصر وليبيا والعراق وسوريا والكويت بطابع بريد يحمل صورته. كما نشر المناضل الراحل داوود تركي شعرا مخصصا للمطران معبرا عن تقديره واحترامه العظيمين له، وأطلقت مدينة رام الله اسمه على أحد شوارع المدينة. وكانت هذه نهاية حلم أباظة، ودفن حلمه معه. أشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.